انا في علاقه مؤذيه وحب سنين كتير وادركت قيمتي وبعدت. هو بيهددني ان هو هينتحر، اعمل ايه وهياخد ذنبه؟ هو هنا بيحاول ان هو يبتزك عاطفيا، وهنا واضح انه الشكل الاذى اللي في العلاقه هو الابتزاز العاطفي. والابتزاز العاطفي ان هو كل واحد فيكم متخيل انه مشاعره ممكن تكون نتيجة او ضحية تصرفات الاخر، وان الاخر هو اللي عنده القدرة على التحكم في مشاعر الاخر. دي كلها اوهام، لان كل واحد هو الوحيد المتحكم في مشاعره وفي فكره. محدش ينفع يتحكم في مشاعر او فكر حد، ايا كان بقى انت شايف ايه. كونك ان انت مقتنع او انت مقتنعة انه في حد تاني ممكن ان هو يتحكم في مشاعرك، فدي ضعف منك مش ذنب عنده. وبالتالي انت ما عندكيش اي ذنب تجاهه. هو حر في حياته، وكون ان هو بيحاول ان هو يرمي عليكي حمل مشاعره مش بتاعتك انك تشيليه، لان هو الوحيد اللي يقدر يشيل الحمل ده. يشيل نفسه هو مش محتاج يشيل حد غريب. ده هو محتاج، كل انه محتاجه يشيل نفسه ويتقبل ان هو ان انت من حقك ان انت تختاري تكوني في علاقه معاه او لا، ان انت مش مجبره تكملي معاه حتى لو كان ما بينكم سنين. فما تشيليش ذنبه خالص وما تخافيش، دي كلها فرقعه كلام في الهوا. و... ولو هو مستهتر للدرجة دي بحياته، فهو غير جدير بان يكون في علاقة ما بينكم. وعمرك ما ينفع ان انت تكوني في علاقة مع حد شفقة عليه، ولا ان انت تتحملي مسؤولية مشاعره، لان في كل الاحوال انت ما تقدريش تتحكمي فيها. فانت بتتخيلي ان انت بتشيلي مسؤولية حاجة انت مش متحكمة فيها ولا في نتيجتها، وعايشة ضحيتها مش بتاعتك. فهو محتاج يكبر ومحتاج ينمو، وان هو يشيل شيلته ويشيل مسؤولية مشاعره، عشان يقدر ان هو اصلا مش بس يكون معاكي علاقة، يكون علاقة مع اي حد ايا كان مين. فهو اصلا مش جاهز لحاجة زي كده. ما تشغليش بالك بيه تماما، وشوية وهيبقى كويس. طمني.